عودها من جديد. طيب السؤال المهم هنا، ليه احنا بنقول بشكل بديهي ان الحرب التجاريه ما بين امريكا والصين لازم تنتهي في وقت قريب جدا؟ الاجابه ببساطه جدا ان مفيش حد هيكسب من الحرب دي، لا امريكا ولا حتى الصين، بل بالعكس امريكا هتخسر اكتر من الصين بمراحل. وتعالى اقول لك ازاي. انا محمد طلعت وده مستر ماني. في البدايه كده تعالى اعرفك الصادرات الصينيه لامريكا بتتكون من ايه. رقم واحد عندنا وهي الالكترونيات، ودي بتشمل الهواتف الذكيه والتلفزيونات وكمان اجهزه الكمبيوتر ورقائق التخزين، واخيرا والاهم اشباه الموصلات. والخناقه الكبيره اللي بكلمك عليها دي قيمتها بتوصل لحوالي 96 مليار دولار، يعني تقريبا 22% من اجمالي الصادرات الصينيه لامريكا. رقم اتنين الملابس والمنسوجات، ولكن دي مش موضوعنا النهارده. لكن خليك عارف برضو ان هي بتمثل حوالي 17% من اجمالي الصادرات الصينيه لامريكا، يعني تقريبا كده بتوصل لحوالي 75 مليار دولار. رقم 3 المواد الكيميائيه والمنتجات الصيدلانيه، ودي قيمتها حوالي 44 مليار دولار وبتمثل حوالي 10% من اجمالي الصادرات. رقم 4 ودي مهمه جدا وهي الات ومعدات البناء، ودي بتمثل حوالي 9% واجمالي قيمه الصادرات فيها بتوصل لحوالي 40 مليار دولار. رقم 5 المعدات الالكترونيه والكهربائيه زي قطع الغيار والدوائر الإلكترونية، ودي برضه تعتبر منتجات في منتهى الأهمية لشركات حيوية وكبيرة زي أبل، وبتمثل حوالي 8% من إجمالي الصادرات الصينية لأمريكا وقيمتها بتوصل لحوالي 35 مليار دولار. رقم 6 الأجهزة المنزلية زي الثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية الحيوية، ودي بتمثل 7% من إجمالي الصادرات وقيمتها حوالي 30 مليار دولار. طبعا دي مش كل الصادرات الصينيه لامريكا، ولكنها بتمثل تقريبا كده حوالي 73% من اجمالي الصادرات الصينيه لامريكا، ودي بتديك فكره عامه كده قد ايه الصادرات الصينيه حيويه بالنسبه لدوله زي الولايات المتحده الامريكيه. طيب تعالى بقى معايا اعرفك كده كام معلومه على السريع عن الاقتصاد الامريكي. اولا كده حجم الديون على الاسر الامريكيه او بمعنى تاني الافراد، والرقم ده شامل ديون البطاقات الائتمانيه وكمان قروض السيارات والقروض التعليميه اللي بياخدوها الاشخاص عشان يقدروا ان هم يكملوا تعليمهم. الكتله